مسرورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. جزاك الله خيرا شيخ عفيف على هذه التلاوة الجميلة والممتعة. وطبعا الناس بيسمعوا التلاوة دي كثير يعني ما شاء الله، وزي ما بقولوا زي التلاوة طلعت جديدة كده والناس يعني مستمتعين بها شديد خلاص. لكن الناس كمان دارين يعرفوا من هو الشيخ عفيف. الشيخ عفيف ده منه. حتى في ناس كمان الاسم ذاته يعني التلاوات انتشرت، لكن في ناس حتى الاسم يعني ما عارفينه. احنا يعني لو اديتنا بطاقة تعريفية يعني عنك، من هو الشيخ عفيف؟ تمام. يلا أنا اسمي عفيف محمد تاج أحمد علي عبد الله. طبعا أنا لست شيخا. كم مشايخ يا أخي إمام؟ إمام مسجد تكون مشايخ كيف؟ ما ناس الإعلام دي اللي بيكتبوا شيخ قارئ. الحمد لله أنا لست شيخا. رجل حافظ لكتاب الله وإمام مسجد تكون مشايخ كيف؟ كويس. وأريد أن أقول هذا تواضع يعني. اللهم اغفر لي، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. أيوه. كما قلت اسمي عفيف محمد تاج أحمد. السكن الأصلي يا عفيف؟ يلا أنا أصلا من إثيوبيا. مولود هناك. كل شيء، بس جيت السودان. وين في إثيوبيا؟ في إثيوبيا ما عندها مناطق كثيرة. أيوة في إثيوبيا. منطقتي شمال شرق، محافظة اسمها ولو، ومدينتي بالتحديد اسمها مدينة خميسة. وطبعا أظن ولو دي معروفة لأن في شيوخ مشايخ كبار، مثلا في واحد معروف توفى قريب في السعودية، محمد علي آدم الولوي، شيخ معروف كبير. عنده شروح للمسلم والبخاري، عنده يعني دروس كثيرة كان في الحرم. يلا منطقة معروفة ولو دي، هي شمال شرق في البلد. ومدينتي بالتحديد هي مدينة خميسة من هناك. دي المنطقة اللي نشأت فيها يعني وترعرعت فيها. أيوة. وبعد ذاك طبعا دخلت في زي ما بقولوا في التعليم، في مجال التعليم ده. حدثنا عن مجال التعليم أو المراحل التعليمية بتاعتك. بديت هناك ولا بديت هنا في السودان ولا كيف؟ المراحل التعليمية بديت في نفس المدينة، في مدينة خميسة. مدينة مدرسة ولا خلوة ولا عندكم شنو هناك بيسموها؟ أكاديمية. المدرسة الأكاديمية. بدأت في مدينة خميسة وقريت فيها الأساس والثانوي وامتحنت شهادة كلها هناك. بس جيت السودان للجامعة عشان أقرأ جامعة. جيت آخر 2017 يعني لي تقريبا هسه خشيت في السنة السادسة، كملت 5 سنوات في السودان. يعني جيت آخر 2017 والأساس والثانوي كله قريته هناك، وحفظت القرآن برضه هناك. القرآن ده حفظته في المدرسة ذاتها ولا منفصل؟ يلا عندنا ما إثيوبيا